حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لاول مره في حياتي اعمل تورته وطلعت فعلا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، والطعم خطير فعلا. انا مبسوطه جدا جدا لان انا حاولت والمحاوله بتاعتي ما فشلتش، وفعلا عايزه اقول لكم طلعت رهيبه جدا جدا جدا، هشه وجميله وفظيعه. بصوا الجمال، تعالوا نشوف عملناها ازاي. انا هنا معايا ربع كيلو دقيق اسبونج، ومعايا ربع معلقه ملح او اقل من ربع معلقه ملح، ومعلقه خل. طبعا الدقيق الاسبونج ده ما بيحتاجش اي حاجه تاني. ومعايا 3 بيضات واتنين فانيليا. كل دوت هحطه كده في العجين. عايزه اقول لكم بجد انا ما كنتش متخيله ان هي تطلع بالجمال والطعامه دي. بجد في البيت عندي انبهروا بيها، فعلا طلعت رهيبه. حطيت كده الدقيق الربع كيلو دقيق اسبونج، وحطيت 3 بيضات، وحطيت 2 فانيليا، وحطيت نطرة ملح، وحطيت معلقة خل. قلبتهم كويس جدا، وكمان معايا ربع كوباية مية، وهضربهم في العجان كويس جدا لما تلاقوه بقى كريمي كده معاكم. اعملوا ما تكسلوش، بجد اوفر واحلى من بره بكتير بكتير بكتير. بجد انا مش همنعها من البيت ابدا، على طول هعمل التورته، وان شاء الله برضو هعمل الجاتو معاكم قريب جدا جدا. انبهرت بيها، فرحانه جدا بيها، وكان نفسي تدوقوها. مش هتصدقوا ان دي اول مره واحده تعمل تورته في حياتها. فعلا سهله وبسيطه جدا جدا. اعملوا جربوا، ما تصعبوش حاجة على نفسكم. من تجربة انا جربتها وطلعت من اول مرة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما شفتوا اول الفيديو طلعت ناجحة جدا جدا معايا. اول مرة كده لغوصت وبهدلت وعملت، بس ما فشلتش الحمد لله. جربوا هتعجبكم جدا جدا. انا معايا هنا صينية مقاس 20، وحطيت فيها ورقة زبدة، وهفضي الخليط بتاعي كده. بصوا القوام بتاعه كريمي بسم الله ما شاء الله. صدقوني ما تقولوش ان هو الدقيق الاسبونج غالي، هو مش غالي ولا حاجة، اوفر معاكم بحاجات كتير جدا، وعجينته بتطلع ناجحة 100%. هنساوي كده بس الوش بتاعها، وبعد كده هنفضي بقية الدقيق بتاع العجينة بتاعتنا. عايزة اقول لكم ان شاء الله هعمل الجاتو برضو قريب جدا جدا، لان انا اتشجعت وعشان الحاجة طلعت كويسة جدا معايا. هعمل الجاتو قريب جدا، وان شاء الله برضو هيطلع ناجح معايا. مش يكفي ان انا في حياتي ان انا ما هطلع اشتري تورته من بره، ولا هشتري جاتو تاني ابدا. حاجتي هعملها في بيتي بطريقه سهله بطريقه نظيفه. بصوا انا مبسوطه جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا جدا بيها وتحفه. حطيتها في الفرن وطلعت زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي ما ملتش الصينيه لان هو ربع كيلو دقيق. قلبتها كده، وهننضف بس من تحت، وهنبتدي هنقطعها على 3 دوريات. شلنا الوش بتاعها، وشلنا القعر من تحت، وزي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم اول مره معايا اتبهدلت شويه، بس مش مشكله. المهم ان احنا جربنا والتجربة طلعت معانا تمام الحمد لله. بصوا من تحت طلعت معايا بالشكل دوت. انا اخدت حتة من اللي فوق وزودتها للي اتقطعت ديت، بس مش مشكلة ومش بتفرق في حاجة.
بالعكس كلها كده بتبقى متماسكه ببعضيها وما بيبانش اي حاجه. انا مرضتش اداريها، لا وريتها لكم علشان اني لو واحده حبت تجرب وحصل منها كده مفيش اي مشكله خالص. انا معايا هنا كوبايه سكر، عصره ليمونه، وغليتهم على البوتاجاز. عملت شربات الكنافه العادي بتاعنا وزقتها زي ما انتم شايفين كده، والشربات يكون يعني خفيف مش تقيل. وفي ايديكم عايزين تزودوا الشربات، عايزين تقللوا براحتكم جدا. احنا هنا عشان بيحبوا الحاجه مسكره فانا زودت زي ما انتم شايفين شويه. وبعد كده بقى هحط الكريم جانتيه بتاعنا. عملنا الكريم جانتيه بكوبايه لبن، برضو ربع كيلو كريم جانتيه على كوبايه، نص كوبايه لبن، وضربتهم في العجان وطلع القوام زي ما انتم شايفين كده. بتضربوه شويه لغايه لما يعمل فوم معاكم ويتقل بهذا الشكل بالراحه خالص كده. انا ما كنتش مستعجله في اي حاجه، بالعكس. طبعا بيبقى فيه لوازم ان انتي حاجات كده بتاعت التورته بتجيبيها. انا بصراحه ما كنتش جايباها الطبق بتاع التورته اللي عندي ده، كنا جايبين تورتايه فيه فانا احتفظت بيه. في بقى طبعا حاجات كده بتاع التورته بتتجاب. انا هنزل اجيب بقى الادوات كلها بتاعت الحلويات وهخليها علشان يما احب اعمل ايه الحلويات اعملها. يعني في حاجات مثلا بتنظمي بيها الكريمه من فوق، بتشكلي بيها. انا طبعا زي ما انتم شايفين بعمل بايه، فطبعا مش هينفع، بس هي عشان قامت في دماغي ان انا اعمل تورتايه النهارده فعملت تورتايه النهارده وطلعت ناجحه والحمد لله. هنفضل نساوي كده بالراحه خالص. نحط بقى كده الطبقه الثالثه والاخيره ونشيل الزياده. عايزه اقول لكم السكينه ديت عندي بقالها سنين طويله وكنت شايلاها ولقيت لها استخدام الحمد لله. هزقي برضو كده زي ما انتم شايفين بالشربات. يا جماعه ما يغركمش الشكل اللي من جوه دوت، ده كله هيتدارع وما فيهوش اي حاجه، بس العبره في النهايه. وديكوا شفتوا النهايه كانت تحفه، ومش الشكل بس لا كمان الطعم كان جميل جدا. انا كبيت كده كريم جانتيه كميه من فوق علشان هلف الجناب كده بيها برضو. عايزه اقول لكم هي ما خدتش وقت وما حطيتهاش في التلاجة ولا خليت الكيكه 3 ساعات او 4 ساعات وحطيتها في الفريزر او سبتها من بره، لا خالص. انا اشتغلت فيها على طول زي ما انتم شايفين كده. استوت الكيكه، قطعت، عملت التورتايه بسم الله ما شاء الله واتاكلت والحمد لله. زي ما انتوا شفتوا كده. ده برضو بتجيبوه من عند مستخدم الحلواني بده بطعم المانجا. عايزه اقول لكم ريحته تحفه والطعم بتاعه كمان رهيب جميل جدا. في منه بالفراوله وفي منه بالشوكولاته، في منه باطعمه كتير جدا، اللي يعجبكم جيبوه. انا بصراحه جبت اللي بالمانجا. لف كده بالراحه خالص. ابني واقف جنبي بيقول لي نزلي كده كمان في الجناب، قلت له ما انا هنزل. عندكم بقى فاكهة حطوا من فوق اللي انتوا عايزينه، حطوه من فوق مفيش مشكلة، بس انا ما كانش عندي بصراحة فما حطيتش. بس اوعدكم التورتايه الجايه هتنبهروا بجد.
انبهار كده. هنحط بقى كده كريم جانتيه من فوق بالشكل اللي انتوا عايزينه. معلش يا جماعة سامحوني لاني اول مرة اعمل تورتة، بس اوعدكم هتلاقوا كتير جدا. هنحط بقى كده شوية كريز من فوق. تورتة ولا مش تورتة؟ تورتة. عايزين تحطوا شوكولاتة، عايزين تحطوا كريز، اللي انتوا عايزينه حطوا. بسم الله ما شاء الله، بقت تحفة وما خدتش وقت خالص معايا. عندي بقى كده شوية شوكولاتة مبشورة، هحطها بقى كده حواليها من على الجنب. عايزين تخلوها كده خلوها، بس انا عشان موجودة عندي شوكولاتة مبشورة كانوا فاضلين عندي من حلويات برضو، فقلت هرشها بقى كده من على الجنب زي ما انتوا شفتوا كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، زي الفل. هنقطع بقى حتة كده، قطعة ونشوفها. بصوا يا جماعة، التورتاية طلعت تحفة، اللهم بارك بجد. الطعم فظيع، هشة وجميلة جدا. بصوا دايبة بجد. اتمنى ان يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم، ومستنية تعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.